أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في صحة وخير وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة، رجعت لكم بوصفة السمسة باش نعملوا مع بعضنا الحلو متاع العيد إن شاء الله. باش نعملوا اليوم مع بعضنا، اخترت لكم باش نعملوا مع بعضنا السمسة. ديجا سبق وحضرناها مع بعضنا في رمضان بquantité صغيرة. المرة هذي باش نعملوا quantité كبيرة شوية للعيد إن شاء الله. المرة هذي باش نعملوا السمسة متاعنا بزوز حشوات بالفستق وبالبوفريوة. المرة اللي فاتت اللي عملناها في رمضان بالبوفريوة واللوز. المرة هذي باش نعملوا زوز أنواع، باش نعملوا بالفستق وحدها وبالبوفريوة وحدها. نحتاجوا الوصفة متاعنا 200 جرام بوفريوة، بوفريوة صافي ماهيش طايبة. نرحيوها هكاكا بودر، مش بودر برشا، فيها شوية هكا كتحثريب وكل. ديما نعملها هكا كونكاسي باش تبدا تقرمش الداخل وكل شيء. ونحتاجوا 50 جرام زبدة ذايبة باش نحطوا 3 مغارف كبار، وباش نحتاجوا مغرفة كبيرة ماء ورد. المرة هذه باش نعمل الورد ديجا خفيف الورد وكل شيء هكا يمشي مع القوام تاع الشوكولا وكل شيء، سورتو احنا باش نغطسها في الشوكولاتة ان شاء الله بعتالي في الاخر بالكل. ونحتاجوا اكيد بطبيعة الحال اللي باش يشد لنا العجينة متاعنا من الداخل، الفرويساك هذاك اللي هو السيرو لازم يكون خفيف ماهوش قوي. جوست هكا باش يشد لنا القوام نتاع البوفريوة. وكهو نبداو هكاكا نخلطوا بسياسة، راهو ما نكثروش برشا في التخليط باش ما تطلعش الزيت نتاع الفاكهة. على كل حال ما نخافوش باذن الله، على خاطر الفاكهة نتاعنا ماهيش مقلية. باذن الله ما تطلعش معناها الزيت نتاعها وكل شيء. وكهو نبداو هكا نجرب لهنا تتكعبر لي الكعبة ولا. لقيناها مازالت ما تكعبرش، دونك لازمها شوية سيرو أخرى باش نزيد نضيف لها شويه سيرو. ديجا هاكم تشوفوا فيه قاعد نجرب فيها، حسيتها لا مازالت ماهيش تتكعبر، اني نحبها تتكعبر باش من بعد لي تطلع لنا من الداخل هكا فيها كيما النوغا معناتها تبدا تتشرق هكا وكل شيء. هذاك هو اللي خلاها تتشرق من الداخل، هو السيرو. نحطه بزيت شويه سيرو وباش تتكعبر الكعبه نتاعنا بعتلي وتسهل علينا في طريقه الحشو. مش نبداو هكا نهزوا بالمغرفه ونحطوا كل شيء، الحق صعيبه شويه. هكا نكعبروهم كل كعبرات، ومن بعدين نبداو نحطوا كل كعبورة في الورقة الملصوقة متاعنا. هكا توك بعتالي نوريكم الطريقة. لهنا هيك حطيت 150 جرام بيستاش و50 جرام لوز ابيض. ديما البيستاش باش نكثروا له اكثر من الكونتيتي، سورتو نعرف البيستاش معناها فرويساك غاليه شويه. باش نكثروا الكونتيتي بتاعه ما تظهرش راهو القوم تاع اللوز الابيض. نحطوا له شويه لوز ابيض هكا معاه. واللي يحب يحط البيستاش وحده ينجم يحط، راهو ما يقلقش هكا. خليو البيستاش وبرا من غير ما تحطوا لوز ابيض. اني هكا ديما دو بريفيرونس اللوز الابيض راهو ما يقلقش بالكل في الجو نتاعو مع البيستاش سورتو. ما يظهرش معناها ويكثر لنا هكا الكونتيتي وكل شيء باش نلقاو كيفاش نعملوا هكا حشوه بزيت وكل شيء. وهكا هاو لهني بنفس الطريقه حطيت الزبده الماء ورد. كما قلت لكم المره هذه عملت بماء ورد، المره اللي فاتت عملت بماء زهر. جاتني بنينة حتى المرة اللي فاتت نتاع رمضان. المرة هذه قُلت خلّيني نبدل شوية. هاكا حبيتها هاكا حاجة تبدا هاكا فينو دوس هاكا ما تبداش قوية وكل شيء، سورتو الزهر والعطرش نعرفوه قوي شوية معناها في الحلويات، وسورتو عملت برشا حلويات فيهم الزهر. قُلت خلّيني نبدل au moins المطعم شوية والجو هاكا نتاع الحلويات. لهنا هاكا كيما نشوفوا هاكا نجيو ناخذوا بالمغرفة صغيرة باش نسهلوا على رواحنا التشكيل نتاع الكعابر نتاعنا. نكعبروهم كيما هكاكا ونفرطحوهم شوية باش من بعد كي نحطوهم في ورقة السمسة ما تبداش كعبة طالعة برشا معناها الفوق. نحطوهم على حاجة كيما هكاكا، نحطوا عليهم يا بابي كويسون ولا هكا ساشي ولا أي حاجة أليمونتير. وكهو ونحطوهم نغطيوهم على جنب، نخليهم على جنب نغطيوهم بطبيعة الحال باش ما يشيحوش. وكهو بنفس الطريقة نعملوا زادة البيستاش كيما عملنا النوازات، كعبات الكعابر متاع النوازات اللي باش نحشيوهم في السمسة. كيف نعملوا كعبورات كيما هكاكا ونطرحوهم هكا شوية، وباش بعدين يسهلوا على رواحنا باش نحطوهم في الوراق متاع الملصوقة كيما قلت لكم. هني نوري فيكم هكا الكونتيتي الكل كملناها والحمد لله. وتوا هني باش نوريكم طريقة سهلة باش نقصوا بها السمسم الملصوقة متاعنا باش تسهل علينا. اني راني ديما نعطيكم لي زاستوس اللي نعملهم اني في داري في كوجينتي سورتو باش نسهل عليكم اكثر. فيسا معناتها تعمل الحاجة
بأنقص تعب وبانقص effort وبانقص مجهود. أي حاجة معناها باش نعملوها راني أي astuce نعملها في داري نوري فيكم فيها بكل صدر رحب وبكل فرحة وبكل قلب هكا فرحان. نحب ديما هكا نشارك معاكم الحاجات اللي أني نشوفهم في معناها في الكوجينة متاعي، تسهل عليا وتنقص لي شوية من التعب من الوقت ومن الوقفة بطبيعة الحال، ونهتموا بمهامنا الأخرى وبأشغالنا الأخرى بديارنا وبصغارنا وكل شيء. بانقص درج الوقوف في الكوجينة راهو، وماذا بينا هكا معناها بانقص effort وحاجة تطلع résultat باهية. لهني حبيت نوريكم الملصوقة قبل ما نقصها شرايح شرايح نحيوا لها البابي هذاك الساشي متاعها. راهو الشكاير هذوكم كي تقصوهم هي مرلولة راك تجيك العملية سهلة، تقصها بالبلاستيك هكا ديجا ما تتسرسبش الكعبة وكل شيء ويجيوك مستويين هكا وكل. أما راهو بعتالي عذاب في تنحية البلاستيك، كل الريبون كل البوند هذيك باش نحي لها البلاستيك متاعها. معناها الحقيقة تقلق شوية وتعب العملية. نحيو البلاستيك الكل فرد مرة ونحطوهم هكاك فوق بعضهم نستويهم بالباهي باش ما تجيش كعبة هكا من الداخل مطبقة وكل ما نفيقوش بها نخسرها بعتالي ما نجموش نحشيوها. ونحطوهم هكا فوق بعضهم واني لهني راني نقص لي روبون هذوكم ما غير لا مسطرة ولا تفلسيف ولا وجعة راس. راني اني بالعين اللي راهو ما ينجمش بالعين يعمل بالمسطرة ما يقلقش. أتو تشوفوا بعدين ديجا باش يجيو كعبات مرتوبين ومزيانين وكعبة قد أختها بالضبط. هتو تشوفوهم وتراو وحدكم هاكم تراو اني راني ما عملتش لا بمسطرة لا حتى شيء بالعين. كعبة الملصوقة متاعي بالعين هكا قسمتها على 3 باش يجوني هكا كعبات لهم كبار ولهم صغار متوسطين كيما يبيعوا فيهم في الشارع بالضبط وكهو. باهي هذيك ديجا كيما قلت لكم نحيو البابي قبل ما نقصوهم دي ريبون. ولهنا لاستيوس الثانية نجي نحط الطبقات الكل فوق بعضهم. لهني باش نسهل على روحي برشا عمليات. العملية الأولى أنه ما نقعدش هكا نهز ونحط كل شيء كل كعبة وحدها هكا الكل فوق بعضهم. نبدأ هكا بالكعبة 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 مرصفين كيما هكاكا نسهل على روحي. وزيد الحاجة الأخرى الأهم أنه أني كي دهنتهم بالزبدة خاطر لازمنا ندهنهم بالزبدة مش شيرة اللي باش تقعد في الفور معناها مش من الداخل مش في الشيرة إلا فيها الحشو من البرة. كي ندهنها بالزبدة ديريكتومون الزبدة هذيك اللي دهنت بها باش تهبط على الكعبة الأخرى الثانية. دو تيل فاسون احنا الكعبة اللي باش نعملها بعتالي الطبقة الثانية متاع الملصوقة ما نستحقوش انه نحطوا لها زبدة كيما باش نوريكم توا الطريقة بالضبط. المرة الأولى حطيت الورق الفوقانين بالكل دهنتهم بالباهي بالزبدة هاكم تشوفوا ديجا حتى يديا فيهم الزبدة كونتيتي متاع زبدة هاكم تراو. توا الطبقة الثانية اللي تحت الطبقة الأولى بالضبط هذيك مانيش نحط لها زبدة. ديجا ورقة الملصوقة راهي تبدا خفيفة ومنقبة وكل شيء تعدي للي تحته معناها كو سوا بابي ولا حاجة فيها. شوفوا نوري فيكم ديجا تلمع هاكي بالزبدة ما تستحقش توا باش نحطوا لها زبدة. هذيك ديجا خطوة زادة تسهل علينا. هكا نعملوا نيتاليو المرة الأولى الطبقة الأولى بالزبدة ومن بعد تالي ما نزيدوش الطبقة اللي بعدها وبعد تالي نعاودوا بنفس الطريقة الطبقة الثانية نحطوا لها زبدة الثالثة واللي تحتها ما نحطوا لهاش. هكا هاو غادي كي حطيناهم الكل فرد طبق وديما نقربوا الكعبات لبعضهم باش ما تتبوجش الطبقة الفوقانية بالكل باش ما تبوجش وتبدا هكا ماهيش مزيانة بعتالي وترشق لنا في الواحد. ديما نقربوا الكعبة لاختها باش يشدوا بعضهم هكاك يتكونساو بالباهي في الفور ويشدوا بعضهم وكهو. ونفس الطريقة باش نعملوا الكعبر متاع البيستاش. نجيو كيما هكا نحطوا الطبقة الأولى بالزبدة. الطبقة الثانية ما نحطوش فيها زبدة ديجا تبدا معناها الطبقة الفوقانية عدات لها شوية زبدة من الفوق وكهو هاكي ساهلة ماهلة راهي وصفة ساهلة. هي راه حقيقة تشد شوية اليد مش هاك اللي معناها في درج ولا درجين. أما كيف تنظم الحاجة قدامك راهي تسهل عليك الدنيا برشا برشا برشا. راهو بالحق الدنيا اشترها نظام أكثر من اشترها نظام كسوا في الكوجينة ولا في دارك ولا في صغارك ولا في القراية متاع صغيراتك ولا في أي حاجة. النظام هو كل شيء يختصر لك برشا حاجات في حياتك وسورتو الوقت اللي هو فريمون معناها حاجة مهمة جدا في حياتنا. هكا نظم وبلا معناها كل حاجة حطها بنظام تلقى كل شيء قدامك ماشي بسلاسة وما غير إفور ما غير مجهود وما غير تعب وهكا. وإن شاء الله ربي يقوينا وربي يعطينا الصحة والقوة وإن شاء الله ربي يجازينا على اللي نقوم به وكهو ربي
ربي يحيينا بخير، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانين في ديارنا، و وكهو لهنا هيك سي بون حطينا السمسة متاعنا في الفور، وعلى درجة حرارة 180 درجة، راهي تحب درجة حرارة سخونة، ما تحبش هاكا الدرجة الباردة ديجا ما فماش حاجة هي اللي باش تطيب، معناها ديما الفور متاعنا يبدا سخون ما يبداش بارد راهو، سخون 180 درجة مدة درجين ربع ساعة جوست السمسة متاعنا الملصوقة متاعنا من الفوق كيما تشوفها راهو تولي تعطي شوية كولور هكا دوري ولا كيف نوع، معناها ظاهر اللي هو طاب صايي، هاكا هو لهنا كنخليوها تبرد في عقلها، ما نحطوهاش وهي سخونة، هني ذوبت شوكولا نوار وذوبت شوكولا بلانش وهاكا هو هاكا نزينها من الفوق شوية بيستاش كونكاسي وشوية البوفريوا كونكاسي وكهو ونكملوا نفس الطريقة حتى لين نكملوا الكونتيتي الكل. هذيا متاع البوفريوا، هذيا لو وريتها لكم، هذيا الطبق الأول اللي حطيناه في الفور، هذاك متاع البوفريوا. توا باش نضيفوا باش نكملوا نفس الطريقة متاع البيستاش وهذاك هو بنفس الطريقة كيما نشوفوا نحطوا مرولة في الشوكولا نوار بعدين نحطوا في الشوكولا بلانش ونزينها كشوية بشوية فرويسيك كونكاسي من الفوق وبعد تالي باش نحطها شوية كعبات هكا في الشحور ونحطوا زادة فوقهم شوية بيستاش وشوية بوفريوة مهروشة وهكا هذوك هما نحطوهم سورتو على بابي كويسون ونحطها مدة درج ولا درجين في الكونجيلاتور جوست باش تشد روحها وبرا ديجا راهو الشوكولا حتى كان خليتها لبرا ساعة ولا نصيف ساعة هكا وكل ديجا تشد روحها أمورها واضحة جوست إحنا الطقس البريود هذيا سخون شوية هيك علاش حطيتها أني درج ولا هو درجين في الكونجيلاتور شدت روحها وكهو ولهني سايي هذه الكونتيتي الثانية متاع البيستاش كيف خرجتها من الفور وخليتها تبرد راهو في عقلها وكهو لهني حطينا لها الشوكولا البلانش وحطينا لها شوكولا نوار وتو باش نحطوا لها شويه شحور ونزينوا بالفرويسيك وكهو هذاك هو السمسة راهي ساهلة ديجا عملتها معاكم اني في رمضان كما قلت لكم والمرة هذية قلت خليني نعمل معناها كونتيتي باهية كمان معناها عيد وكل سورتو عجبتنا بالباهي في رمضان واني عملت كان باكو بركة متاع سمسة متاع ملسوقة المرة هذي عملت ما شاء الله 3 باكوات هكاك راهو مصلي يعني بيه صغار ما يشدوش أرواحهم عليها سورتو بالشوكولاتة وكل معناها كيما نعرفوا الصغيرات الكل يحبوا برشا الشوكولا وكهو وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما عامرة ديارنا يا ربي بالخير وكهو هذيك هي السمسة متاعنا لليوم هذيك فكرتنا لليوم متاع الحلو شوفوا ما شاء الله لا تلصق لحد شيء في اليدين ديجا يابسة وشادة روحها جست معلومة صغيرة برا الشوكولاتة كي تجيو بذوبها ما تحطوش فيها حتى شيء وحتى كان باش تحطوا حطوا مغرفة صغيرة يا إما زبدة ولا مغرفة صغيرة زيت نباتي باش بعتالي تيباس وتشد روحها حتى كي تخليها لبرا معناها في سطل ولا في حويجة في حكة اللي باش تخبي فيها تقعد شادة روحها هكا هاو هذوك هم لك عباد السمسم تاعنا ان شاء الله عجبتكم الوصفة لليوم ان شاء الله تجربوها وعلى بروشين ان شاء الله.